ده حواوشي معمول على اصوله. هقول لكم على كل التريكات اللي هتطلعوا معاكم احلى من الجاهز. غلطات بسيطه ممكن تطلع معاكم العجينه هشه وطريه وعامله زي المعجنات، وده مش مطلوب خالص في الحواوشي. وهقول لكم ازاي تطلعوه محمص كده والعجينه متطعمه باللحمه. كيلو دقيق بياخد معلقه كبيره ممسوحه من الخميره، معلقه كبيره ممسوحه من السكر، ومعلقه صغيره من الملح. هنزود ميه دافيه شويه بشويه لحد ما العجينه تلم معايا، وبعدين 3 معالق كبيره من الزيت. مهم جدا ان معلقه الخميره تكون ممسوحه مش مليانه عشان العجينه ما تطلعش هشه معاكم. الخلطه بصل وطماطم وفلفل وتوم، وفرمتهم فرم خشن في الكبه. عندي هنا نص كيلو لحمه ضفت عليه ليا، ولو اللحمه فيها دهون كفايه خلاص مش هنضيف. وخلطه الخضار بعد ما عصرت منها شويه من الميه، وملح وفلفل واي توابل حواوشي انتوا بتحبوها. وفي الحواوشي مهم اننا نزود ملح الحشوه عشان يطعم الرغيف. عجنتهم وكورتهم على 7 كور. هكتب لكم كمان كيلو دي بياخد قد ايه لحمه وبيعمل كام رغيف. بعد ما العجينه خمرت قسمتها على 10 كور، فردتها فرده بسيطه وحشيتها بكرات اللحمه. وهحط العجينه في صينيه فيها شويه من الزيت واسيبها ترتاح دقايق، وبعدين افردها رقيق واخرمها بالشوكه. وانا قصدي ان انا افتحها كده عشان لما الدهون تنزل من اللحمه تندمج مع عجينه الحواوشي، فالعجينه تطلع مقرمشه ومتطعمه كده. الفرن هيكون درجه حراره 200 الرف الاخير، وبمجرد ما يستوي من تحت وياخد لون انا بقلبه، مش بشغل عليه الشوايه، بيتقلب وبياخد برده درجه تحميصه حلوه، وبعدين اخرجه. اقروا تحت الفيديو الكميات والخلطه بتاخد قد ايه بصل وكل التفاصيل.